جهاز تقوية شبكة الموبايل، هل هو فعلا بيقوي شبكة الموبايل ولا اشتغالة؟ وإيه هي الطرق اللي انت ممكن تقوي بيها شبكة الموبايل عندك في البيت من غير ما تحتاج تشتري الجهاز ده وتدفع فلوس؟ ده بقى اللي هنعرفه في فيديو النهارده. فقبل ما تنسى بقى ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وفولو شير لو بتتفرج من على الفيسبوك، وسبسكرايب لو بتتفرج من على اليوتيوب. قبل ما نبدا في الفيديو تعالوا اقول لكم على حاجه هتفيدكم جدا. عيد الام خلاص قرب، واكيد انتم محتارين تشتروا ايه علشان تفرحوا امهاتكم. بس سبونسر فيديو النهارده هو اللي هينقذكم من الحيره دي، هو موقع luckyegypt.com، الموقع اللي بيقدم لك مواقع كتير جدا تقدر تشتري منها كل اللي بيجي على بالك، مواقع زي امازون، جوميا، باث اند بودي، فيسز، اتش&ام، وامريكان ايجل. يعني اي هديه ممكن تخطر على بالك تقدر تشتريها من خلال موقع لاكي ايجيبت. مش بس كده بقى، ده اهم حاجه هيقدمها لك موقع لاكي ايجيبت، ان هيرجع لك كاش باك لحد 20% على اي حاجه هتشتريها. والعمليه بسيطه جدا، كل اللي انت هتعمله هتفتح موقع لاكي ايجيبت، هتختار من خلال الموقع اللي انت عايز تشتري منه، هتكمل عمليه الشراء بشكل عادي جدا، وهيوصلك الكاش باك بتاعك في خلال 17 يوم. وبالمناسبه ده يعتبر اسرع موقع في مصر بيضيف الكاش باك في محفظتك. الكاش باك ده بقى ممكن تسحبه عن طريق امان، وممكن تحويل بنكي، وممكن تستخدمه على ابلكيشن لاكي علشان تشتري من عروض الكاش باك. ده غير ان موقع لاكي ايجيبت يقدم لك اكواد خصم على مواقع مختلفه بتديك خصم مباشر وانت بتشتري. وكمان موقع لاكي ايجيبت هيديك 50 جنيه هديه تسجيل لما تسجل على الموقع وتعمل اول عمليه شراء. والجديد بقى هو انك لما ترشح موقع لاكي لحد من اصحابك ويسجل، هتاخد 50 جنيه بعد اول عمليه شراء هو هيعملها. سجل على موقع لاكي ايجيبت دلوقتي من اللينك اللي في الديسكربشن تحت الفيديو، وفرح والدتك بهديه عيد الام. اول حاجه عايزك تعرفها ان انا ما اشتريتش الجهاز ده، واي صور او فيديوهات انت هتشوفها دلوقتي فهي انا جايبها من على الانترنت، مش انا اللي مصورها. وده بكل بساطه لان الجهاز ده اصلا ممنوع في مصر، فبالتالي ما ينفعش اشتريه واجيبه واقعد اصور فيه واعمل عنه فيديو وهو معايا. فكل المعلومات اللي انا هقولها لكم في الفيديو ده هي من تجربتي لاجهزه تقويه الشبكه عند ناس صحابي بيستخدموه. تعالوا نبدا الاول نعرف ايه هو جهاز تقويه شبكه الموبايل، وعباره عن ايه، بيتكون من ايه، وبيشتغل ازاي. اول قطعه وهي الانتنه الخارجيه. دي انتنه بتركب بقى فوق السطح عندك، بتركب في البلكونه وبتوجهها على اقرب برج ليك، او المكان اللي فيه شبكه، او المكان اللي فيه ابراج شركه الاتصالات اللي انت بتستخدمها، علشان دي اللي هتستقبل الاشاره. وبعد كده بينزل منها كيبل على الجهاز نفسه اللي هو الريبيتر، اللي هو بيقوي الشبكه، بياخد الشبكه من فوق علشان يزودها لك جوه البيت عندك. وبعد كده بعد ما بتخش على الجهاز ده بتطلع على انتنه تانية جوه البيت عندك عن طريق كيبل برضو. الانتنه الاندور اللي انت بتركبها جوه البيت عندك ديت بتبقى موجوده في السقف علشان تزود بقى شبكه الموبايل للاجهزه اللي موجوده في البيت. فبكل اختصار الجهاز ده بيجيب الشبكه من فوق السطح يحطها لك جوه البيت عندك. لو انت طبعا احنا عارفين ان الشبكه في الاماكن المفتوحه او فوق السطح بتبقى شغاله حتى لو انت الشبكه عندك ضعيفه، انما جوه البيوت فالشبكه لما تكون ضعيفه بتبقى بايظه خالص جوه البيت. نيجي بقى للجزء اللي هو الجهاز ده عملي وفعلا هقدر اعتمد عليه ولا لا. فالجهاز ده مش عملي بكل اختصار كده وبكل بساطه، هو مش عملي خالص. ليه؟ لو جينا نبدا كده من اول حاجه اللي هو استقبال الاشاره، فانت اصلا لو في منطقه معدومه الشبكه فهو مش هيشتغل، يعني مش هيعمل لك اي حاجه، لان هو كل الفكره ان هو بيجيب الشبكه اللي فوق بينزلها تحت. انت لو طلعت بالموبايل بتاعك فوق السطح وما لقيتش شبكه فهو مش هيعمل لك اي حاجه. هو يعني مش هيجيب شبكه اقوى من الموبايل، ممكن يبقى اقوى من الموبايل لان انتنه كبيره بس ممكن يبقى اقوى من الموبايل بحاجات بسيطه، يعني مثلا ب 20 30%. انما في اماكن معدومه هو مش هيقدر يعمل فيها اي حاجه. لو انت الموبايل بتاعك ما لقطش اي سيجنال فوق السطح فبالتالي جهاز تقويه الشبكه مش هيعمل لك اي حاجه. طبعا الجهاز ده بيبقى فيه منه انواع، اجهزه 2G واجهزه 2G و3G واجهزه 2G و3G و4G. طب يا عم انا الشبكه عندي موجوده فوق السطح بس منعدمه جوه في البيت او ضعيفه جدا جوه في البيت، فهل كده الدنيا تشتغل؟ انت لو ركبت الانتنه اللي فوق وبعد كده ركبت انتنه تحت فبالتالي هتلاقي الشبكه اللي فوق اشتغلت عندك تحت. بس هل هتشتغل بقى زي المكان اللي الشبكه فيه فعلا قويه؟ لا. هو كده ده حل بديل، حل تمشي بيه نفسك عشان تعرف تعمل مكالمات او تستخدم انترنت لحد بقى ما المكان اللي انت فيه التغطيه تزيد فيه. يعني مفيش مانع خالص تلاقي الشبكه برضو بتقطع عندك وهي كامله على الاخر، مفيش مانع خالص تلاقي الشبكه كامله على الاخر عندك وعماله تقلب بين ال 3G وال 4G لوحدها، مفيش مانع خالص تلاقي الشبكه 4G عندك وكامله والانترنت مش عايز يجيب غير 1 ميجا. طب يا عم انيس انا استقبلت الشبكه ويا عم كويسه عندي، انا عايزها كده. الانتنه بقى اللي جوه البيت عندي دي هتغطي لي البيت كله؟ لا، الانتنه دي هتغطي الاوضه اللي هو فيها بس. الانتنه ديت بتجيب 7 متر، يعني الاوضه اللي هو فيها ممكن الاوضه اللي جنبها بالعافيه. فهي بشكل عام ممكن تنقذك في بعض الظروف اللي هو انت الشبكه عندك ضعيفه جدا ومش داخله جوه البيت، فانت جيبها عشان تستخدمها في المكالمات بس، يعني عشان تعرف بس تعمل مكالمه لان الدنيا عندك ضايعه. وانا برضو ما انصحش بهذا الموضوع وهقول لك ليه في اخر الفيديو، عشان انت ممكن تحسن الشبكه عندك شويه في المكالمات من غير ما تجيب الجهاز ده اصلا، فبالتالي الجهاز ده مش هيبقى ليه لازمه. والانترنت طبعا لو انت محتاج انترنت والشبكه عندك ما بتشغلش انترنت فده برضو مش محتاج جهاز تقويه شبكه. هقول لك برضو على حل تاني في اخر الفيديو للانترنت. طب ليه اصلا اجهزه تقويه الشبكه ديت مش مظبوطه؟ يعني ليه مش بتقوي فعلا الشبكه وبتشتغل بشكل مظبوط
والانترنت عندي بيشتغل تمام بقى بدل ما هي بتقوي الشبكه، ليه مش بيشتغل تمام زي اي حد قريب من اي برج او الدنيا عنده مظبوطه؟ بكل بساطه لان الاجهزه ديت غير مطابقه للمواصفات اصلا. الاجهزه دي يعني عشان كده اصلا هي ممنوعه، عشان كده جهاز القومي لتنظيم الاتصالات مانع دخولها مصر. جهاز تقويه الشبكه علشان يشتغل عندك بشكل مظبوط لازم يبقى شركه الاتصالات نفسها اللي انت بتستخدمها هي اللي دعماه، هي اللي مديلك الجهاز ده وبيشتغل على التردد بتاعها هي بس. انما الاجهزه اللي موجوده دلوقتي وبتتباع بشكل غير شرعي ديت بتعمل اصلا تشويش على الشبكه، وبتبث كل الترددات مع بعض وبتعمل كده حاله من اللخبطه. مش بتاثر على الانترنت عندك انت بس، كمان ده بتاثر وبتشوش على الاشاره عند الناس المحيطه بيك. واجهزه تقويه الشبكه لما بتكتر في المنطقه بتاثر اصلا على اداء الخدمه في المنطقه للناس اللي ما عندهاش الاجهزه دي، او حتى للناس اللي عندها الاجهزه كمان. طب هل يعني في اي شركه من شركات الاتصالات في مصر بتدعم الاجهزه ديت وممكن اروح اشتري من عندها جهاز لتقويه الشبكه ويبقى مدعوم من عندها وبالترددات بتاعتها علشان ما يعملش عندي مشاكل ويديني اداء كويس؟ حاليا لا. يعني انا قبل ما اصور الفيديو ده اتصلت بالشركات وسالتهم في اجهزه تقويه شبكه ممكن اشتريها، قالوا لي لا حاليا الموضوع ده مش موجود. ولكن من فتره كان موجود بقى، ما اعرفش بيتباع ولا لا، بس اللي انا كنت بشوفه ان اي عميل مثلا بوست بيد فاتورته كبيره شويه لما يتصل يشتكي من الشبكه ويوجع دماغهم بيبعتوا له جهاز زي ده ببلاش. لو اي عميل مثلا انفلونسر وعمال بقى ينزل بوستات على الفيسبوك وفيديوهات على اليوتيوب وجع دماغهم ان الشبكه وحشه بيكلموه يبعتوا له جهاز تقويه شبكه من عندهم مدعوم ببلاش برضه. انما غير كده ان هو يتباع دي انا ما شفتهاش، وحتى الان مش موجود ان هو يتباع. خلي بالك بقى من حاجه بخصوص الانترنت، يعني لو انت اصلا الشبكه عندك قويه في البيت بس الانترنت عندك بطيء، يعني السرعه مثلا ما بتعديش ال 2 ميجا 3 ميجا، فانت فاكر ان انت لو جبت جهاز تقويه شبكه هيزود لك السرعه ديت، فانت تبقى غلطان تماما. الجهاز ده بيقوي لك الشبكه، بيجيب لك الشبكه اللي مش موجوده. انما لو انت الشبكه عندك اصلا موجوده وقويه و4G بس الداتا ريت بتيجي في وقت الذروه وتقل، ده بسبب ان في ضغط عندك على البرج نفسه. هي الشبكه كده كده قويه وشبكه البرج واصله عندك، بس البرج عليه ضغط جامد فالجهاز مش هيعمل لك اي حاجه. فمن الاخر انا من وجهه نظري كمحمد انيس، جهاز تقويه الشبكه لا يعتمد عليه ومحدش يشتريه الا لو الشركات وفرته بشكل رسمي وبقى مطابق للمواصفات وفعلا هيقدم افاده. انما الجهاز ده سعره غالي، انت تروح تشتري جهاز وجاي بشكل غير شرعي وبيعمل عندك تشويش وهيبوظ الدنيا وسعره بيتراوح بين 3 و4000 جنيه ومش هتستفيد منه بالقدر اللي انت متخيله. طب ليه؟ احنا نخش بقى على الجزء اللي هو بتاع احنا ازاي نستفيد اصلا من موضوع الشبكه ده وازاي نحسن الشبكه عندنا سواء في المكالمات او الانترنت بدل ما نشتري جهاز تقويه الشبكه. انا دلوقتي هقول لك حلين، حل للمكالمات وحل للانترنت. لو انت طبعا ما عندكش خط ارضي، لو انت عندك خط ارضي فانت ما تستخدمش انترنت في البيت من الداتا، انت كده كده عندك خط الارضي في الدنيا تمام، انت كده محتاج حل المكالمات بس. اول حاجه ودي حاجه احنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، فيديو طويل عريض شرحنا فيه اصلا ليه الموضوع ده بيحصل. لو عايز تتفرج عليه هتكتب تقويه شبكه الموبايل محمد انيس فهتلاقي الفيديو قدامك. وهو ان انت تخش على اعدادات الموبايل بتاعك وتقلب الشبكه عندك ل 2G. لو قلبت الشبكه عندك ل 2G فهتلاحظ ان التقطيع في الشبكه راح، الشبكه بقت اقوى عندك من الاول والدنيا كده بدات تعرف تتكلم وتعمل مكالمات احسن بكتير قوي من الاول خصوصا داخل البيت. وال 2G طبعا احنا عارفين ان الداتا ريت بتاعتها قليله جدا، ما بتشغلش انترنت، هي مكالمات بس. فطول ما انت في البيت خش اقلب الشبكه عندك 2G وهتستخدم الموبايل في المكالمات تمام جوه البيت. اول ما تخرج من البيت وتحتاج الداتا رجعها تاني بقى ل 4G والدنيا معاك هتبقى تمام وزي الفل. لو انت بقى بتستخدم ايفون فللاسف ابل في الفتره الاخيره يعني من iOS 14 تقريبا لغت ان انت ممكن تختار الشبكه 2G بشكل يدوي، هو يحولها بشكل تلقائي لو ما لقاش 3G، فبالتالي مش هيحول لها اصلا لان ممكن يبقى عندك 3G بس بيقطع جوه البيت. الناس اللي معاهم ايفون للاسف حتى الان ما لهمش اي حل. موضوع تحويل الشبكه لل 2G دوت نفع معايا جدا في البيت على فكره. انا الشبكه عندي في البيت تكاد تكون ضايعه، تقطيع رهيب في المكالمات، ما بعرفش اتكلم، اي حد بيرن عليا الموبايل بيبقى مقفول. انما لما بخش البيت واعمل الشبكه 2G فبلاقي مكالمات بتجيلي عادي وبعرف اتكلم عادي جدا. هنا في الاستوديو الحمد لله الشبكه عندي مظبوطه فما بواجهش المشكله دي. يعني هي مشاكل الشبكه عندي هنا في الاستوديو في الداتا ريت بس، وقت الضغط بيبقى الانترنت بطيء جدا على الداتا انما المكالمات شغاله تمام، فده مش فارق معايا لان انا كده كده بستخدم الواي فاي في الاستوديو هنا. طيب هتقولي خش علينا بقى يا عم انيس بالحل بتاع الانترنت، خلاص احنا كده عرفنا حل المكالمات. بص يا باشا، حل الانترنت عندك لو انت ما عندكش خط ارضي اصلا فايه اللي يخليك تقعد تعمل باقات موبايل وتبقى غاليه جدا والدنيا معاك تبقى مش مظبوطه وبتدفع فلوس كتير؟ الحل هو راوتر 4G. راوتر 4G باقاته اغلى من الانترنت الارضي بس ارخص بكتير جدا من باقات الموبايل. انت حرفيا مثلا لو جينا نشوف اعلى باقه في باقات الموبايل اللي هي ب 450 جنيه هنلاقيها بتديك 100 جيجا اللي هي اصلا تبقى سوشيال بس، لو استخدمتها على حاجات ثانيه بتبقى 50 جيجا. انما لو اشتركت بنفس السعر ده في باقه هوم 4G لراوترات ال 4G هتاخد 350 جيجا،
فانت متخيل فرق 50 جيجا من 350 جيجا للناس اللي بتقول مفيش لازمه للراوترات ال 4 جي. لا، هي ليها لازمه فعلا. الناس ما عندهاش خط ارضي، اغلى من الخط الارضي بس افضل من باقات الموبايل. طيب انت كده كده الشبكه بايظه عندك في البيت، هتعمل ايه بقى في راوتر ال 4 جي ده؟ قبل اي حاجه طبعا لازم تجرب الموبايل بتاعك كده وانت واقف في مكان مفتوح فوق السطح او في البلكونه، وتشوف ايه افضل شبكه بتجيب عندك 4 جي في المكان ده. جرب الاربع خطوط بقى من اي حد من اصحابك من قرايبك، وتشوف ايه احسن شبكه 4 جي بتاعها مظبوطه عندك، عشان دي اللي هتشتري الراوتر بتاعها. هتحط الراوتر فين؟ هتحط الراوتر بقى في البلكونه، هتحطه فوق سطح في المكان اللي انت كنت هتحط انتنه جهاز تقويه الشبكه فيه. هو هيبقى زي انتنه جهاز تقويه الشبكه، بدل ما الجهاز الانتنه فوق وبتجيب لك الشبكه تحت، يا باشا طلع الراوتر عند المكان الانتنه فوق. حط الراوتر بتاع 4 جي فوق السطح، اعمل له علبه وحطه فوق السطح، اعمل له علبه وحطه في البلكونه. ولو الواي فاي بتاعه مش هيوصل عندك لجوه البيت، لو هو بقى بعيد فوق السطح او في البلكونه، وايرلس راوتر ب 200 جنيه اللي هو تي بي لينك مثلا 840، ووصل فيه كابل ينزل لك جوه البيت ويشغل لك الواي فاي بتي بي لينك 840 بس. فانت كده بنسبه كبيره جدا حلت مشكله الانترنت. يعني انت لو حطيت الراوتر 4 جي فوق السطح بنسبه 99% هيجيب عندك شبكه 4 جي والانترنت هيشتغل معاك. فالخلاصه بقى، اجهزه تقويه الشبكه لا يعتمد عليها الا في حالات قليله جدا، وانا عن نفسي ما انصحش ان انت تروح تدفع 3 4000 جنيه علشان تجيب جهاز مش هيفيدك بحاجه، او افادته هتبقى بسيطه جدا بالنسبه لك. حل المكالمات احنا قلنا عليه انت تحول 2 جي، وحل الانترنت احنا قلنا عليه انت تجيب راوتر 4 جي تحطه فوق السطح وتنزل كابل منه لراوتر تاني عندك يعمل لك واي فاي جوه البيت. وكده احنا خلصنا. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، وسبسكرايب لو بتتفرج من على اليوتيوب، وفولو وشير لو بتتفرج من على الفيسبوك. شكرا جدا على المشاهده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.